اسهل طريقتين تفصصوا بيها الرمان مش هتاخد منكم اكتر من دقيقتين. اول طريقه هنجيب الرمانه ونقطع التاج اللي بيكون موجود من فوق. بعد ما نشيله هيبان معانا جسم الرمانه متقسم لفصوص. هنحاول نعمل قطع سطحي بالسكينه بطول الرمانه حوالي 4 أو 5 مرات، بس بنضمن ان احنا ما نوصلش للاخر. نحاول بعد كده بالراحه نضغط على الرمانه عشان نفتح الفصوص ونفصلها عن بعض. لما تعملوا الخطوه دي هتلاقوا حبوب الرمان كامله معاكم ومش مقسومه نصين او متبهدله او بايظه، واحسن بكتير من اننا نقطع الرمانه بالنص. بعد ما نفتح الفصوص نقلبها ونحاول نخبط عليها بحاجه بالراحه علشان كل حبات الرمان تنزل كامله. تاني طريقه ودي حلوه قوي لو مش عايزين تعملوا دوشه كتير بالحاجات اللي بتخبطوا بيها، نعمل نفس الحاجه اللي عملناها في الرمانه الاولى. هنفصل التاج وهنقطعها فصوص، بس هنفصل الفصوص عن بعض وكده يبقى كل فص واضحه الحبات بتاعته، وهنحاول نفصصه بايدينا بالراحه وكده يبقى عندنا رمان متفصص جاهز. ممكن تحفظوه في علبه في التلاجة. استغلوا الموسم وفصصوا رمان كتير على قد ما تقدروا، وبالهنا والشفا. للبنات الصغيرين اللي بدأوا يدخلوا المطبخ هعمل لكم فيديوهات ازاي تحبوا الاكل الصحي وتعملوه بنفسكم، واول خطوه ازاي تقطعوا الفاكهه، وهنبدأ بالبطيخ. حاولوا تبدأوا الاول ببطيخه صغيره على قد ما تقدروا، او تجيبوا البطيخ البيبي لو موجود. وخلوا بالكم وانتوا بتستخدموا السكينه هنقطع البطيخه من النص، وكده تقريبا الخطوه الصعبه عدت، لان بعد كده هتقلبوا نص البطيخه على الجزء المسطح منها، فكده مش هتتزحلق منكم السكينه. وبعدين نعمل قطع بالطول بالسمك اللي انتوا عايزينه، وبعدين بنقلب البطيخ وبنعمل فيه قطعه تانية بالطول. ولما تكون البطيخه صغيره بتعمل معاكم مثلثات كده بمنتهى السهوله، وممكن تشيلوا الجزء الاخضر وتقطعوها مكعبات او تاكلوها كده. لو بداتوا من وانتوا صغيرين تدخلوا المطبخ وتعملوا اكلكم بنفسكم هتحبوا الاكل الصحي قوي، وهتتعلموا حاجات جديده كل يوم، ومره على مره الموضوع هيبقى اسهل بكتير ومش بياخد وقت. استنوا الفيديو الجاي هنقطع الاناناس مع بعض، جربوها وقولوا رايكم، وبالهنا والشفا. هقول لكم طريقتين تعرفوا تقطعوا بيها الاناناس في البيت، الاتنين اسهل من بعض ومش محتاجه ادوات كتير. حاولوا تختاروا الاناناس حجمه مش كبير قوي ولا صغير قوي، حجمه متوسط. كل الادوات اللي محتاجينها حاجه نقطع عليها وسكينه، وممكن لما تشتروا الاناناس تلاقوا طريقه التقطيع مكتوبه عليه. هوريكم الطريقه دي وهوريكم طريقه تانية سهله برضو. اول خطوه هننيم الاناناس على الجنب، وهنقطع الكراون بتاع الاناناس، وممكن تحتفظوا بيها لو هتعملوا طبق فاكهه كبير تزينوه بيها. اهم حاجه تستخدموا سكينه حاميه كويسه وتخلوا بالكم من ايديكم. تاني قطع هنشيل الحته اللي من تحت بنفس الطريقه اللي شلنا بيها الراس، والحتت دي مش بيكون فيها فاكهه كتير فبتكون خشنه شويه او مره. وبعدين هنقسم الاناناس نفسها نصين، وهوريكم في كل نص طريقه تقطيع. بعد ما بتقسموها بتلاقوا كور كده في النص، ده مش محتاجينه لان ساعات بيكون ناشف شويه فبنشيله. ودي الطريقه الاولانيه. هنشيل الكور الاول، وحاولوا ما تشيلوش حته كبيره قوي علشان ما تهدروش من الاناناس نفسه. وبعدها بنقلب الاناناس وبنعمل قطع بالعرض بنفس الخطوط اللي ماشي فيها الاناناس، يعني هو بيكون عباره عن مربعات فبنقطع زي الرسم بالظبط. والطريقه دي تقريبا شبه طريقه تقطيع البطيخ. وبعد ما نقطعها بالطول نقلبها الناحيه التانية ونمشي برضو على نفس الرسم. حاولوا تخلوا بالكم كويس قوي لان الاناناس ساعات بيزحلق منكم، وبعد ما تخلصوا تقطيع هتلاقوا ان الاناناس بيطلع معاكم زي ستيكس كده، ودي ممكن تقدموها بقشرها زي البطيخ كده بالظبط، او ممكن تحطوا فيها عصايه خشب وتقدموها للاطفال زي الايس كريم، هتعجبهم قوي. وممكن كمان الاطراف تطلع معاكم شبه المثلثات، بتكون لذيذه برضو شكلها حلو في التقديم. ولو انتوا بقى مش عايزين القشر خالص هقول لكم على الطريقه التانية للتقديم، هنشيل منها القشر علشان تكون سهله في الاكل. هنا بقى انا ما شلتش الكور اللي في النص لاني هقسمها نصين. بعد ما اقسمها نصين هشيل الكور في كل حته، هيكون حتى صغيره قوي وهيبان ان لونه افتح من باقي الاناناس. وعلى فكره انا شفت طريقه تقطيع اناناس مش بيشيلوا فيها الكور، بس لو كان ناشف قوي شويه او عندكم اطفال مش هيقدر ان هم ياكلوه ممكن تشيلوه. وبعد ما نشيله هنبقى محتاجين اننا نقطعه قطع صغيره، بس الاول محتاجين نشيل القشر من عليه علشان ناخد الجزء اللي بيتاكل في الاناناس، وده بيكون الجزء الاساسي. وبعد كده ممكن نقطعه القطع اللي احنا عايزينها بالاشكال اللي احنا عايزينها. والطريقه دي يمكن احسن من الطريقه الاولى لو هتقدموا الاناناس للضيوف، او لو بتقدموها لاطفال صغيرين ومش بيقدروا يفصلوا الجزء الاخضر عن الاناناس نفسه. حاجه كمان، حاولوا لما تجيبوا اناناس تقطعوها على طول او في اليوم اللي بعده علشان ما تستويش زياده عن اللزوم وتبوظ منكم. وممكن بعد ما تقطعوها تحتفظوا بيها في التلاجة. بعد ما بنقطع الاناناس في القشر بيتبقى حاجات ممكن تتاكل، لكن باقي القشر لا مش ممكن تتاكل لانها بتكون ناشفه شويه ومش مسكره زي الاناناس. بعد ما نقطع الاناناس بالطريقتين اللي انا قلت لكم عليهم ممكن نستخدمهم في حاجات كتير قوي. اول حاجه واللي هي الاساسيه نقدمهم مع الفاكهه، وممكن نشويه او نحطه على السلطات او اللحمه والفراخ. مفيد جدا لما تقدموا الاناناس مع البطيخ للاطفال في الصيف بالذات، لانها تعتبر فاكهه مليانه ميه وغنيه بالفيتامينز والمعادن، وهتساعد الطفل ياخد العناصر الغذائيه من احتياجات جسمه اليوميه، وفي نفس الوقت يكون بياكل حاجه طعمها حلو ويبعد عن الكانديز والحلويات. قولوا لي عجبتكم انهي طريقه اكتر وجربوها، وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس بتحبوا الاناناس اكتر ولا البطيخ. واستنوا الفيديو اللي جاي هنقطع فيه انواع تانية من الفاكهه، وبالهنا والشفا.